يا صباح النور والسرور على عيونكم الحلوة، صباح العافية اللي ما ظلت بلياك. تعالوا أشارككم اليوم يوم من أيامي بسكن الموظفات. اليوم جمعة ودوامي مسائي ودوام كل الموظفين مسائي بالمكان اللي أشتغل بيه. قعدت متأخر وإجيت حتى أسوي ريوق، لقيت صديقتي طالبت لنا ريوق، قعدنا يكنسوها، شربنا قهوة، وبعدين كل من قام لشغلته، فكل من قام لشغلته يسويها حتى نلحق قبل ما يبدأ دوامنا. مثل ما قلت لكم اليوم جمعة ودوامنا يكون متأخر، هذا اليوم الوحيد بالأسبوع يكون دوامنا متأخر، فنلحق نخلص شغلاتنا الصبح. وبعدها جيت أجهز روحي حتى أروح للدوام. طلعت هذه المكياجات اللي أستخدمهن، خليت مكياج بسيط. مكياج اليوم عبارة عن مجرد إخفاء عيوب البشرة وبس، لا خليت آي شادو ولا خليت أي شي من هذا القبيل. قبل كل شي، قبل ما أخلي مكياج، خليت من هذا الأبيض اللي هو واقي شمس، لأنه الشمس صايرة كلش حارة، وحتى لو البيت قريب كلش على الدوام بس مع ذلك الشمس قوية، فأحمي بشرتي قبل ما أروح للدوام. نفس الوقت هو ينطي مظهر حلو للمكياج، يصير كأنه ما مرطب قبل شو اسمه كريم الأساس. وخلص إجا وقت الروحة للدوام. اليوم لابسة صاية، هنا يسموها عباية، بالدوام نلبس يا إما الزي الرسمي، الزي الموحد مال المكان اللي نشتغل بيه، أو نلبس صاية. فاليوم جمعة أني كل جمعة ألبس الصاية مالتي. وشلت شمسيتي وطلعت. طبعا هاي الشمسية تتخلى تتشلب بالراس مباشرة، بيها لاستيكة تصير حوالين الراس، وأمشي بيها عادي بحيث إيدي اثنينهن يصيرن شلون نقول أقدر أستخدمهن عادي، يعني ما أشيل الشمسية بإيدي. بس بنفس الوقت هاي الشمسية إذا إجتها هاوية قوية تطير وأظل أركض وراها، فأول ما تجي الهاوية لازم ألزمها بإيدي. إذا الجو حلو صافي وما بيه عواصف وهاي وما بيه هوا عالي عادي أمشي بيها طبيعي. وهاي وصلت شغلي وبديت أشتغل، أشوف إيش عندي من شغل. عندي شغل حسابات، عندي شغل موارد بشرية، عندي شغل ريسبشن، كل الشغل اللي موجود عندي أشتغله، بحيث إنه ما أضل قاعدة وأمل، لأنه ما أحب القعدة بدون شغل والوقت أحسه ما يمشي، ولا أنا من النوع اللي أحب أضيع الوقت بالسوالف حتى السوالف تخلص. بس مو غلط إنه بين الشغلة والثانية كل شوية والثانية إنه مو غلط إذا قعدنا وسولفنا شوي وغيرنا الجو، لأنه الدوام إذا كله بس شغل بس شغل همينه ما يراد، وإذا كله سوالف هم مو حلو. فهنا يا حبايب قلبي عندي شغل حسابات وشغل فلوس وشغل مسؤولية وشوية صداع وفواتير، وهذا الشغل عندي بالنسبة إلي راحة نفسية، منه خلصة وأسلمه، ومنه خلصة وأسلمه همينه أرجع أستلم شغل ثاني جديد، همينه شغل حسابات وهمينه وجع راس. بس الحمد لله والشكر إنه الله رب العالمين مفضل علينا ومنطينا شغل، وورا كل شغل أخلصه أحس نفسي أنجزت إنجاز وأحس بشعور حلو. طبعا هنا قاعدة أني وحدي بالطابق كله، ما بي بس أني، هذا الطابق فارغ ما بي بس أني، فأخلص شغلي بهدوء وراسي مرتاح ومركزة بشغلي. خلصت الشغل اللي عندي ورحت طلعت بريك استراحة غدا. طبعا رجعت لسكن الموظفات، طلعت أغراض حتى أطبخ الغدا. شوفوا هاي اللحم أنا مقسمتهن قسم قسم ومخليتهن بأكياس ومخليتهن بالفريزر، بحيث كل ما أحتاج أطلع على قد اللي أحتاجه، وبنفس الوقت بسرعة يذوب، ما أقعد أنتظره وقت طويل على مود يذوب، لأنه أنا أوريدي مسويته هيجي رفيع مثل ما شفتوا. طبخة اليوم هي برغل بالشجر. طبعا خليت أول شي ثرمت البصل ويا اللحم وخليتهم على النار سوا، حمرتهم على النار، حركتهم شوية، بعدين ضفت لهم الشجر ونفس الشي خليته شوية على النار، وبعدين ضفت له البرغل وغطيت الجدر. هنا قمت أسوي السلطة. السلطة عبارة عن خيارات برشتهن بالمبراشة، خليت عليهن روبة، خليت عليهن نعناع، وخليت عليهن ملح وشوية مي وبس، وتصير أطيب سلطة.
أو مقبلات، خاف أحد يعترض ويقول هاي مو زلاطة هاي مقبلات. وبين ما تنطبخ الطبخة أقعد أشوف إذا عندي مواعين أغسلهن، إذا مواعين بقت عندي من الطبخ أغسلهن. إذا عندي هذي مثل ما تشوفون فارغة من الزاهي مالتها خلصانة أترسها زاهي. هاي عملية واستعمالها كلش مريح، إنه هي نفسها بيها الزاهي وبنفس الوقت أخلي بيها الإسفنجة مال غسل المواعين، وأخلي بيها يعني وصلت الفكرة. هنا تذكرت إنه الزلاطة مالتي أنا ما مخليتلها ثلج، رجعت خليتلها كم قطعة ثلج على مود تصير باردة وتصير طيبة. وهذا شكل الطبخة بعد ما تستوي. طبعا ما قدرت إنه أصور لكم لمن أصبها بالمواعين وهذه الشغلات، لأنه قعدنا ناكل أنا وصديقاتي الاثنين. طبعا خلصت الغدا مالتي ورجعت الدوامي مرة ثانية، وكان عندنا نواقص بالشغل لازم أطلع وأشتريهم. فطلعت هنا لهذا المحل، هذا المحل يبيع قهوة عربية على قهوة تركية على كل أنواع القهوة. احنا احتياجاتنا من عنده ناخذ من عنده قهوة عربية وتركية وشاي وبس. بس شوفوا عنده كل شي، شوفوا كل أنواع التمر عنده. أخذت من عنده تمر إيليا. اتذكرت من شفت علبة الصبغ هاي. رحنا مكان ثاني مو بس هذا المحل اللي رحنا له، بس نسيت أصور المكان الثاني اشترينا من عنده هواي أغراض، هواي. وبس يا حلوين يا حبابين. خلص دوامي، رجعت لبيتي، رجعت أكمل باقي الشغلات اللي عندي إياها. هنا عندي غسل ملابس، غسلت ملابسي مثل ما تشوفون. هاي الغسالة. طبعا نفصل الأبيض عن باقي الألوان، نفصل الملابس اللي تذب لون، خاصة الملابس الحمارات هذني أكثر شي يذبن لون. بعدين نغسل باقي الملابس. يمكن انتوا هسه تشوفون حياتي كلها مشغولة وتعب بتعب، بس هذا الانشغال والتعب هذا حلو. أحلى شي إنه الواحد يكون مشغول بحياته، إذا بالبيت وشغل البيت، وإذا بالدوام وشغل الدوام. أحلى شي إنه الواحد يكون مشغول بحيث إنه دماغه ما يلحق يفكر بغير شي. فالانشغال نعمة من نعم رب العالمين. ومثل ما تشوفون إنه أنا أحب أستخدم بدل مسحوق الغسيل البودر أحب أستخدم السائل، لأنه السائل ما يترك بقع بيضة مثل اللي يتركها البودر على الملابس. وهنا اشتهيت إنه أسويلي شامية، فقلت خليني أقوم أسويلي شامية حتى أقعد أكلها وأنا أتفرج على اليوتيوب. وطبعا للعلم احنا الوحيدين من بين كل العالم اللي نسميها شامية، كل العالم تسميها بشر إلا احنا نسميها شامية. منين جبنا هالاسم ما أدري. هنا خليت شوية زيت وخليته يحمى زايد، وخليت شوية ذرة، وما أدري إيش قد أخلي الذرة الصراحة، كمية الذرة ما عرفتها فخليت شي قليل، وبديت أحركه. شوفوا طلعت عندي بس هاي الكمية الصغيرة. اجت صديقتي شافتني دا اسوي قالت لي سوي لي وياك، قلت لها اوكي يلا تعالي انتي سوي. فخليت لها وهي قامت تسوي، بس بعكس ما اني سويت وخليت قليل خفت لا الجدر ما يكفي، هي خلت كمية كبيرة. اوكي شكرا حبيبتي. وهاي صارت هالقد. هسه اخذ شامياتي واروح اقعد بالصالة اكلهن وحدي، ونطفي الضوء طبعا، واقعد اشغل موبايلي وأتفرج فيديوهات وآكل شامية. وهنا يا محفوظين البقا والسلامة صارت الدنيا نص الليل، وتذكرت أني ما كاوية ملابس الشغل، والعالم كلها نايمة وأني قمت أكوي ملابسي. وهنا اكتشفت لكم اكتشاف إنه أصعب شي بالدنيا إنه الواحد يلزم الموبايل بإيده اليسرى ويلزم الهوتي بإيده اليمنى ويقعد يكوي. ما أدري أركز بالتصوير أركز بالكوي، ما دريت بروحي. المهم صورت لكم مقطعين 3 صغار، وبعدين طفيت الموبايل وقمت أكوي على راحتي.
حبايب تابعوني حتى نلتقي بفيديو ثاني إن شاء الله، وحتى ذلك الحين أستودعكم في أمان الله وحفظه، ومع ألف سلامة. باي باي.